غيرك انت ما بيسوقي نسيبة بيجري حق لي قولي ولدا غيرك انت ما بيسوقي نسيبة بيجري يا اخوان البنات اجر مو حقي حق المشنقة والمدفع بسكلي حق المشنقة والمدفع بسكلي وحالي باليمين أعز بنات أهلي نسيبة بيجري عملي أبشر والله تبشر والله ما عندك عوج ما في مشاريع والله والآن نعلن من شنو؟ تراب ما في من هذا المنبر احنا كأسرة قهوتنا بنقدم ذاكر في ثوبه الجديد قشيب ولا كلام الهلال كفنان يعني احنا طالعينه والله يا ذاكر بيني وبينك ايوه المسألة بقت تستحق في الأيام دي. انا الشاب ده كان معاه شط البطحاني ده كان خش معي بالربابه دي بنمسك الساحه. اي والله يقولكم بتصبر انت ربي وانا بجبب والله حبابك يا اخي يا ذاكر ما داير لي نكته كده بس هاي من راسك بس من راسي ساي يعني ذكرتني من راسي ساي دي قالوا حقت عمك كبير خش الكوره الاستاد دخلت استاد في التسالي فول المدمس في الداندرمه بيجيبوا الجبنه الشاي بالكفتر ده يعني الحاجات كلها فيه. عمك الكبير ده شاف حلاوه قط لفت انتباهه ماشي زي الطرح زي الطرح اللي في السوق العربي ده كانوا فيه زي طرح الفضال دي بس شاف حلاوه قطن ما عجبته ليك الا حلاوه قطن. قال له نديك شنو؟ قال له حلاوه قطن. قال له نجيبها يا حاج دهرباش. قال له نجيبها بس ان نجربها ليكم ادوها لي بس ثواني كده. قال لا يا حاج لقيت طعمها كيف؟ قال له هي ادتني فرصه ما في لا راحت روحان شديد. نضال انا اول ما شفت ذاكر ده يعني هو كان كبير طبعا لكن حشوف فحساي حرام عليك يا اخي زمان ذاك حشوف فحساي في النيلين. عارف اول ظهور له كان ايوه يا هو طبعا البنات الضيفات والباقيات ماني خابرها. ايوه صح بدري كان ذاكر العربي لقبك في ايوه هاي حاجه كده جميله خلت جمارك من نص النشاط حق النيلين حكونا في النيلين جمارك من نص النشاط كده يا اخي ما تذكرنا الزمن الجميل ده يا اخي. يا اخي الزمن ان شاء الله يا اخي يعود للناس بالصحه والعافيه. اي والله والرخاء كمان ان شاء الله. دي هاي لما هاي بيجي خاش كده قلت لهم مين بيجي خاش بيشاقي كاسر اسمه كسر حاجز في المسرح تجي من وسط الناس تجي من وسط الناس والناس ما متخيلين كان الناس في المسرح ناس الفرقه وانت بتجي خاش كاسر حاجز زي ما بيقولوا. صحيح. بقول كيف حالك ونطيب عملك ونطيب خاطرك ونطيب جوفك ونطيب رضاك وما طاب لكم عدم معونك اللين سكيك زين جزانك زين الطيبين لعلكم ما بتوردوا. خشيت الخشبه بعد طلعت المسرح بعد ده بديت في النكته عملت لها المقدمه زي الرميه والاغنيه. قلت لهم جات تقرا في جامعه هنا قال لا اتكلم عن حاجاتكم السمحه في الفرح بالذات. قالت له انا ولا بالتبادي عم احمد الراجل طلقت الديك انا ولا معاوسني جردلين وجاب اللور نصت نهار شقوني شكل كبريت انا والهيف الحرقليل وقدم الطاهر صند اللمر ومعزين مسترين بتل الاستدار والزرار والحرم وتقل الميزان وبيتباشر عند الله وجعت براهم بقوه السر بتم البشير اسفت رضوان وحمرت بلخ المرقه صلت برابه والشباك وجبك السور وحميسيه وبتل الاستدار امين والسليم وفردوس بالطلجاب والسكينه بالطل مبارك فاطمه مرتلاس البنات الضيفات والباقات من خابراهم. لا اله الا مشينا العروس دلك جرت للكركدة الكبار معانا حطات فضيحه بعد ما شرب الغصام طاني طبقا زي نضال دي وحتى النبي الحفله دي بدت عيني ما عرفت لكن عيني رجال نهار الجنين لابس سداري مفرتك زن البشره يحد الريسه. يا سلام يا اخي الريف كده والحله يا سلام وسياره يجد حفظت كيف الشيء ده انت انا اللي ثابت بس حفظتها كيف صناديق بس خاشه صناديق في الحله والله الله يسلمك يا تحفظ قد النصيحه لي الله يا ذاكر. يا سلام البساطه اللي يمكن اخترقت بها البيوت. يعني شوف انت زول يمكن الناس بيعرفوك من خلف الشاشات عبر السمع او شايفينك في فيديو في تلفون او غيره لكن للناس اللي ما بيعرفوا ذاكر ده يا هو حق اللي بتسمعوه في النكات ده يا هو في الواقع. الحمد لله زول عفوي زول تلقائي زول اخوان زول ما شاء الله بعدين اجتماعياته بشرى ما شاء الله فل لا فل الفاتحه اللي فيه بتلقى في المغابر العرس اللي فيه بتلقى ماسك المرض اللي ده كلام كورونا زول ده جاني في كورونا يا اخوان. والله يدي العافيه يعني ضال
يلا بدينا خط سوا. خط انه مثلا فلان ده يكون معينه يدق علي وكده وبقينا نمشي. ايوه صح. لكن صراحه الشغله كترت لي. كل ما تصبح الوضع بس تصبح بالذات الجمعه دي. انا طبعا الجمعه دي زون نوم يعني. كيف هذول؟ تمام الحمد لله هذول. والله انت عارف الضابط الفلاني ذاك الليله عيد زبيت ولا بكون عندنا خبر ذات. خير ان شاء الله نتلاقى المغرب ها في بريستيج. مين؟ يا زاكر يا اخوي البينات اي والله مش هو قنعت بقوتك وكرهتك بالله واحد. فما شاء الله تبارك الله زول في واجب ما بيتجارى. يا سلام يا بعدين السودان معروف بالواجب يعني. صحيح. احنا التكافل الاجتماعي ده حقنا ما في زول بيشاركنا فيه في الدنيا كلها في اي مكان في الدنيا فعلا. عشان كده دي الحاجه المميزانا من العالم. صحيح. باخلاقنا واجتماعياتنا وده ترابط. بس الناس كايسين يفرتقوا في الترابط الاجتماعي ده، لكن نقول لهم يسمكم ما بنتفرتق لكم كلكم. ما بنتفرتق انا والله نفسي ذات اللي يسمكم دي اقول لاشرف وهو باشر لي انه نطلع دار اقول له يسمك، لكن بيقفل الكاميرات بعد شويه. فاصل ونجيكم راجعين، خليكم قراب. قلبي الحنين مجروح انا يا الرايق، ليش مو تسيبني تروح؟ قلبي الحنين مجروح انا يا الرايق، ليش مو تسيبني تروح؟ قلبي الحنين مجروح انا يا الرايق، ليش مو تسيبني تروح؟ قلبي الحنين مجروح انا يا الرايق. هذا البرنامج برعاية حبابكم 10 مشينا وجينا نضال يعني ذاكر ذول واجبات ومجاملات. وكذلك بيجاي سليمان ذول مجاملات لكن بتختلف شويه. يعني مثلا ذاكر ممكن يجامل جوا الخرطوم هنا او ناس ذاته اغلبهم جوا الخرطوم هنا مستشفيات عيادات، لكن سليمان ده ممكن يكون زولك بمشوار زول رحيح حد قدليك مش ليه فاتحه ولا ليه هناي، لكن لزول مثلا عنده حنه لكن مجامله ساي جيت منها قبل 3 يوم والله. بالضبط كده. عندكم حكايه المجامله العرسان ولهم شديد لو ما جيت. انا مره والله. بتذكر سليمان ده كان مارق فيه حلفه يا ابو جرى قبل هاي. موسمين كده، هاي كان المفروض عنده معانا تصوير، فمارق مجامله في حلفه. لا حلفه حقتكم ديك دي ما مجامله، المجامله بكون على الاقل خساره ما فيها، لكن دباره شديده والله. انا جاملت ليبر السودان والله بجد، مجامله ليبر السودان ملح سهل. لكن هاي ملح، لكن لسه علاقتها متواصله وسريه يعني. بس انا دائما بقدم الخير قبل الاتفاق، بقول المشوار ده ان شاء الله لي خير، بس بقول يا كده سلام. بعد ذاك بتنفتح عليك والله علاقه لاسد الحمد لله والله. بالناس والله. وما بتلقى الا الخير. ايوه عشان كده. والله ان شاء الله. لكن والله ده اعوذ بالله عليك الله كافر في لا ما القروش دي. بجامل لا حول. نهايه والله سيداريته دي ما يجامل. يا ذاكر يا اخي نكيته كده. طوالي والله ما عندي كيف مشكله. انا دائما الحاجات الزي دي بتعجبني المواقف يعني. قبل لما جيت خاشي عجبني السهريج ده. هاي قلت السهريج ده بس ناقصه حاجه واحده، شفخانه. لا اله الا الله محمد رسول يعني الله. طوال السهريج ذكرني الشفخانه وذكرني مواقف انه زمان الشفخانات زي مستشفيات الغرهي. نعم. والفيها مساعد طبي اللي هو هاي الحكيم. هاي الحكيم ده هو هاي منه زمان كانت حقنه واحده بتنطع. امبارح الحله جت حقت هاي بفوروها حق البفوره دي 24 ساعه في الغلايه، حقنه واحده الحله جت انطبزت بها. شاهدين والله هاي. اقسم بالله انا قاعده غلط، انا المفروض اكون لا في دكتور، بغادي معلش، مع لا. الناس الروضه. ما دار اقول لك العناية دي ذكرتني. الناس لا حول. والحبوب ما اللي دار بيلفوها دي هاي يعني ثانية. ذكرتني حقت انه مساعد طبي قاعد مع المدرسين في ميز واحد. بعد المغرب جو الحله طبعا عايه ما بيجي بالليل، سبحان الناس الحله ما بيعيوا بالليل. صح. ضيق ما في الناس ما شاء الله شارب اللبن ماكل السمين ضارب البلح، ما في زول اصلا بالليل اصلا. ما حصل يوم سمعت لي في حله زول مرض بالليل. ده واحد عمه كبير كده قال لنا يا جماعه الحاكم وين؟ اولادي ديل تعبانين مشوا الشفخانه ولعوا اللمبات العاديه زي اللمبه دي ولع اللمبه دي قاعدين زول شو ما لنا اولادك ديل عايل لهم كده فتح عينك دي لقى انه قال لي يا اخي اولادك ديل دمهم ضعيف. الاثنين لازم تتبرعوا لهم بدم. دم ده خلاص انت لما تجي لك في حله تقول لك دم ده تبرع ده خلاص، لو شال منك دم معناه انت مت ثاني وانت حياه. قال لا بس اللي يتبرعوا لهم
والناس اللي تحولوا الخرطوم يا جماعه ما تتبرعوا ليه فلان، يا جماعه تبرعوا، التبرع عندنا هاي ثقافه التبرع دي ما في. هاي هذا جا الخرطوم هنا الدكتور قال له في المستشفى، قال له زول بس اولادك ديل يا تتبرع لهم يا تقنع منهم، قال لا زول ما بقنع منه، والناس الحله ما دار يتبرعوا عليه، لكن اقول لك سر الاولاد ديل اولادي وامهم بالتعمي لازم فضي واحد في الثاني ودينا الثاني ندفنه بس غير كده ما عندنا اي حل، احنا ناس دفن بس. ترى والله صرفت لكن والله الطيب عندك انت. ها فرغ واحد ولا جازي ولا لبن يفرغوا ده. الله يا ارمي الثاني ناشف. قال لي بس الثاني اديني شيله دفنه، ما داري منك ولا اي حاجه ولا داري ادبر علي. هو نيجاتيف هو بوزيتيف هو. يا سلام. والله اذاكر زمان بنجي العياده خصوصا انك تقول نلقى الممرض ما في، طبعا بتجي بدفتر المدرسه ايوه يا سلام عشان يقوموا يدوك اجازه ولا يدوك عطلة راحه انت بتكون لحق السمايه طبعا. ايوه ولا بيكون عندكم نفير في البيت. ايوه في حاجه ماشي مناسبه بس في عتود مطبوع. ايوه بنجي بعدين كنت نلقى الممرض ما في نقوم نقول عشان العيال تقول لك ايوه صدق والله بنتكيف كيف. أيوة وتلقى بالرجع فوق ظاهر ريحته من بعيد. انا قلت له يا جماعه سبحان الله العالم ده الحاجات الكورونا دي اكل لي الكورونا دي احنا من قمنا الكورونا ابو الرقاع ده قاعد في الفصول ده جاي يطلق ايوه لا جاتنا منه كورونا لا جاتنا منه والله هو الرقاع ده جاب الكورونا. هاي ده ابو الرقاع انت قالوا في شنو؟ انت ابو الرقاع هناك ما زي ابو الرقاع هنا، احنا ابو الرقاع هنا عاقل وهادي، لكن ابو الرقاع هناك ما مرقع عشان كذا. لا هو ياهو ذاته لكن الناس ما ياهو. اي والله لكن عليه الطريق قاعد فينا ابو الرقاع كان ما تشت. الوطواط ده هو جاب والله الفيروس بتاع الكورونا ده. والله مش طلعت ما مثقف. لا والله سمعت انت ما خشيت؟ لكن ما قالوا له كذي. ما قالوا انا صحيح. قالوا لي يا اخي الجماعه ديل شنو هم؟ الصينيين دول أها. بس نصيبه، لكن ما قالوا له هات ابو الرقاع. قال لك الوطواط انت ما عرفته. قالوا وطواط ما ربطت بين الاثنين. انت بس انا ادوني اسم العلمي. ما ربط انت بعدين وطواط ده ما اسم علمي. ابو الرقاع ده دارجيه حقتنا، بعدين انت ما خشيت غوغل. انا ادوني بس انت كان خشيت غوغل كانت غوغلت عرفت. انا كمان اتغوغلت دي اللي ورطني، لقيت اسمه ماكي ماني قايل يا الشوم ده، والله قالوا حاجه كبيره خلاص. يا سلام يا اخوان انا حاسه يعني في العصر الحجري والله بالمناسبه. ده كلام سمع، والله نقول الحاجات القديمه ديك سمحه كلها لانه ده كله قدم. نقول الطليس من هنا ده نحن هسه عايشين على القديم ده. اي والله من ختينا نظامنا القديم ده بنعيش والله ما نعيش. يا اخوان انا حاسه يعني في العصر الحجري والله بالمناسبه. ده كلام سمع، والله نقول الحاجات القديمه ديك سمحه كلها لانه ده كله قدم. نقول الطليس من هنا ده نحن هسه عايشين على القديم ده. اي والله من ختينا نظامنا القديم ده بنعيش والله ما نعيش. مره انت عارف عندي خالد ولد عمي، خالد ضد له التحيه، فقالت المذيعه سالتني، المذيعه شاديه عطا المنان يا ليه التحيه هاي، قامت قالت لي انت يا ابو اشرف بعد الشهره اللي لقيتها دي الناس الحله بيتعاملوا معك كيف؟ جاءت كده يعني طبعا. قمت طبعا ذكرت ناس خالد طبعا ما نهايه حكايه انه انا بيجيبوني في التلفزيون ولا شنو، الموضوع اخذت انه بعيد يعني ما قاعد يتعاملوا معي تعامل زي ده خالص. قلت له يا اخي انا بعد ما نطلع بخلي خالد ده يكلمك. بعد ما طلعنا من الحلقه اتصلت على خالد وريته قلت له يا اخي هاك المذيعه تسالك ادينيها جاي. قالت له يا خالد معلش انت بشرى ده بعد الشو والشهره اللي قاها دي بتتعامل معاه كيف؟ قال لها ما خير الله العافيه والله ضربوا في الوطن مغلت عليه. والله ضربوا في الوطن بغلت عليه. ناس الحله انت هسه بيتعاملوا معاك كيف؟ انا والله ناس الحله بيتعاملوا معي تعامل عادي جدا جدا، ما حته انه زول مشهور ولا انا عن نفسي ذاكر ده بحب انه انا الناس ما يعاملوني انا مشهور، ما بدور كله ولا استاذ ولا بدور الشهره، وانا ذاتي فهمي الشهره عندنا في السودان خاصه يعني. صح. الشهره بالنسبه لي انا اخلاقك تواضع وتواضعك وتعاملك مع الناس. صحيح. لكن تجي في التلفزيون، تجي في اليوتيوب، تجي في السوشيال ميديا، تجي في راس البيت، تجي في ودبرك، ده انا بيهمني. صح. شهرتك بتجيبها باخلاقك وتعاملك مع الناس، تحترم الناس، تقدر الناس، تكون زول متواضع عادي جدا جدا. لكن اصلا انا باي حته ما بكون مرتاح فيها لما امشي والقاك انت بتعرفني ما بكون مرتاح في التعامل معك. ما في ناس بيحذروا منك يعني جربتها يقول لك ده اليوم ده خلاص الزول ده بصورنا بيجيب لنا حاجات نصلح الملايه نصلح الملايه شد هاي ضاير. انا ما داير الحاجه، انا داير اكون زول في الدنيا دي بيعرفني ما فيها، بس ذاكر والدقيقه جالي ناس فلان ومرق ناس فلان. يا سلام. لكن ما قاعد اخوض في حسابات الشهره دي نهائي. النجم ده وين ما لقوه في مكان وهو يظل بذات يعني لقوك في بيت بكا. ايوه يقول لك تعال احكي لنا نكته.
لقوك في بيت عرس دايرين يصوروا معاك، لقوك في حادث دايرين يصوروا أيوة، معاك. صح. في مواقف زي دي مريت بيها؟ مرت بي عندي بتعمل لي العافيه هسه في السعوديه اسمها انتصار حسين، كان زوجها عيان في مستشفى الخرطوم الجنوبي. انا مشيت الصيدليه شايل دريبات دريبات وماشي الزول طالع من العمليه لازم شنو يركبوا لي دريبات، شايل دريبات وجاي الصيدليه كده. انا في عز دار اخدم الزول ده وقفني لك زول، يا زاكر كيف اخبارك؟ تمام يا اخي مالك يا اخي مالك بقى ان شاء الله خير. قلت له عندنا حنه بس شايف الحنه دي عندنا حنه ثقيله يا اخي انا في مستشفى. تقول لي يعني الزول بيجي المستشفى بيجي يسوي شنو؟ يا اخي عليك الله ما تحننونا يا جماعه، قالوا انا بيجي يرد الدريبات دي انا عندي زول عيال تلاقيني بس يقول لي ان شاء الله خير. يا سلام يا زاكر والله ناسي بسيطين خلاص. طبعا الموقف ده عجب نضال عجب شديد. اتصل علي واحد، كيف هذول؟ تمام الحمد لله، تمام الحمد لله. كيف؟ والله انا اقسم بالله العظيم قصايدك حافظه على ظهر قلب. بوش الخزيمي طويله، ترى طويله والله، والله انا حافظها شد. اقراها لك يا زول؟ ما تقراها لي انا هسه والله شويه كده مستعجل، لكن يعني كتر خيرك خلاص. بس عندي طلب واحد بس، انا كزول من المعجبين بيجي عندك لي خاطر، بس توريني عندك رقم حساب بنكك ولا ما عندك؟ ليه يعني؟ قلت له السؤال ده بس توريني بس. والله ما بقدر اجاوب ليك انه انا الحمد لله رب العالمين اموري مستوره يعني. لا بس لا بس كان عندك لي خاطر وبتعز معجبينك، بس تورينا ما انت تنفذه عندك بنكك ولا ما عندك؟ لا طبعا زهقت. قلت له يا ذول والله عندي الحمد لله رب العالمين. طيب ما تحول لنا حاجه يا اخي؟ بيتين طالعين حكوكين حكي يا اخي، ما تحولوا لنا حاجه تاكلوا ساكن في الجراج بس. والله زي موقفك ده حصل لي يعني من مناطقنا اللي جوا دي، ضربت لي ذاكر شلنا رقمك من فلان، احنا والله ناس الحله الفلانيه والله معجبين بك اعجاب، وحتى النبي البيت كله معجبين بك. والعجب ابوي ده معجب بك اعجاب، بس كان عرفني احنا قاعدين نتكلم معاك بيصدم. قلت له ساقي اتلوري بيصدم منو؟ انا زول عادي. قلت له انا منك كل ما في زولات يعجب بك. قلت له يصدم. يا سلام يا اخي. احنا والله دايرين احنا ذاتنا ما نظلم المشاهدين ونقول لهم الحلقه انتهت، لكن اشرف ده فقر مخرج ده السنه جاي بيتغير ابو اشرف. لا شباب اي ما سواب سامح في انتهى الزمن، لكن النصيحه لله ثلاثه داير يقطع الله يسمي، داير يقطع. الله يسمي سمي. الله وحد الله وسلم. ما تنجح. الله لا وراكم يا المشاهدين بشرى وهو بيقطع في اشرف وبيقطع في باقي الكاست بيغادر للكواليس. نحن نفسنا الحلقه تستمر اكثر، لكن زي ما قلت كل مره بيجيني مصور باتجاه عشان يوريني انه الحلقه زمان انتهى. نعدكم وعد قاطع انه سليمان حيظل معانا، وانه زاكر حيكون معانا برضه ان شاء الله في حلقات قادمات. لا من نلاقيكم في حلقه جديده من حلقات قهوتنا. ليله حلقتنا حاسين انه الموضوع اللي فيها اكبر من انه تكتبوا قصيده، لانه موضوع متشعب ومتفرع. نعم. شنو لك بالله؟ والله لا في وتشيع لا في وتشيع، هو نظام وقطيعه. حسيت كده اشتغلنا قطيعه. والله يا جماعه بشرى ده يلقى فرقه لي قطيعه، اقسم بالله 30 حلقه في رمضان يتم بين قطيعه. الله يسامحك. دحين انا بريه منه قدامكم وتحتكم الله والرسول تختمكم البيضاء وتعارككم البيضاء. شكرا جزيلا زاكر حبابك شكرا لك كثير، شكرا لكل المشاهدين. شرفتنا ونورتنا والله. والله في شرف دي. بكم بوجودكم وانا مبسوط بكم يعني. اديك عقب الصحة بتجينا والعافية. عقب بتجينا ان شاء الله والله، بس ان شاء الله باذن الله. طعموا جبناتكم بس. ايوه الجبن فيها رخوه. سليمان والله يا حبابك والله. الله يديك الصحة والعافية إن شاء الله. منورنا في قهوتنا تاني. نقول بوجودكم وتسلموا كثير ان شاء كتر الله. خيرك عليه جيتك لنا، وانقر الوتر خلينا نمرق به. تمام.
هذا البرنامج برعاية قلبي الحنين